جالي كذا كومنت على مزيلات رائحة العرق بعد ما نزلت الفيديو بتاع سكين كير. انا ما كلمتش عليه في الفيديو لان هي معظمها امن، يعني مفيش منها خطورة قوي، بس عشان تبقي مطمنة 100% هقولك على كذا حاجة تراعيها وتبص ليها للمزيل قبل لما تختاري. اول حاجة هو الالومنيوم، امتصاصه بيكون قليل فعلا في الجسم، بس يفضل ان هو يكون بدون الومنيوم. تاني نقطة وتالت نقطة زي ما انت شايفة، اختاري المزيل اللي مكتوب عليه خالي من البرابين وخالي من الكحول وخالي من الالومنيوم. دي الثلاث حاجات اللي هو كترتهم بتضر الجنين، فطالما المزيل بيبقى خالي من الحاجات دي بيبقى امن 100%، وخصوصا اذا كان مكون من حاجه زي كده زي اعشاب طبيعيه، عرقسوس وكذا حاجه، يعني كلها منتجات طبيعيه. ده مش اعلان على فكره، ده انا اللي لقيته موجود عندي فقلت اوريكم الحاجات المفروض اللي انت بتبصي لها بيكون مكانها موجود فين. الحاجات دي اصلا بقولك بتتجنبيها عشان اصلا الريحه الزياده والبرابين بيسببوا الغثيان، فانت مش ناقصه في الفتره دي. دوري دايما على المنتجات المخصصه للبشره الحساسه والمنتجات اللي فيها نشا ذره والحاجات الطبيعيه، دي امن ليكي وللبيبي. عايزه تعرفي اذا كان المنتج امن ليكي ولا لا؟ اكتبي لي في الكومنتات انت بتستخدمي نوع ايه بالظبط وانا اقول لك اذا كان امن ولا لا.